أعراض الاكتئاب مش بس نفسية، دي كمان جسمانية. نوم زيادة أو أرق، أكل زيادة أو فقدان شهية، فقدان طاقة، تأنيب ضمير مزمن، إحساس بعدم القيمة، بطء في التفكير أو الحركة، وأحيانا أفكار انتحارية، وهو ده تحديدا اللي بنسميه نزيف صامت. تخيل معايا تعيش في مدينة مثالية، لا فقر ولا مرض ولا خطر ولا تهديد، حتى الشغل مش موجود، زحمة المواصلات مفيش، كل حاجة متوفرة وكل حاجة مريحة. المفروض دي تبقى جنة، صح؟ بس الغريب إن سكان المدينة دي انهاروا وماتوا كلهم. ده مش فيلم خيال علمي، دي تجربة حقيقية حصلت سنة 1968. جه عالم اسمه جون، جاب مجموعة من الفئران وحطهم في مكان في كل اللي محتاجينه، أكل ومية ودفء وأمان، مساحات كبيرة، مفيش حروب، مفيش ضغط ولا حتى تهديدات. في الأول الأمور كانت وردي، الفئران بتتزاوج، بتاكل وبتنام، لكن بعد شوية بدأ الانهيار. الذكور بطلوا يدافعوا على الإناث بطلت تهتم بأطفالها، الفئران بقت بتنعزل وتنام لوحدها، سلوكيات عنف عشوائية، وفي الآخر انقرضوا. العالم جون سمى ده بالانهيار السلوكي. الدرس إن وجود كل عوامل الراحة من غير هدف أو معنى أو احتياج ممكن يقتل. وهنا ندخل في موضوعنا. الحقيقة إن ناس كتير بتخلط ما بين الحزن والاكتئاب. الحزن رد فعل مؤقت على حاجة زعلتك، لكن الاكتئاب حاجة مختلفة تماما. الاكتئاب حالة نفسية مرضية بتقعد شهور وأحيانا سنين. أعراض الاكتئاب مش بس نفسية، دي كمان جسمانية. نوم زيادة أو أرق، أكل زيادة أو فقدان شهية، فقدان طاقة، تأنيب ضمير مزمن، إحساس بعدم القيمة، بطء في التفكير أو الحركة، وأحيانا أفكار انتحارية. كل ده بيحصل حتى لو حياتك كويسة شكليا، وهو ده تحديدا اللي بنسميه نزيف صامت. وده بياخدنا لسؤال مهم، ليه الاكتئاب بيزيد برغم ان الحياة بقت أسهل؟ زمان الناس كانت بتموت بسبب الجوع، النهاردة بيموتوا بسبب الاكتئاب. زمان اللي كان بيشغل الناس طول اليوم الأكل والشرب والأمان، دلوقتي بقى موجود وبسهولة. ولو حبينا نوضح ده بالأرقام، فمنظمة الصحة العالمية بتقول إن في 2023 أكتر من 280 مليون إنسان بيعانوا من الاكتئاب، منهم عدد ضخم في دول متقدمة زي السويد واليابان، حتى كندا، أماكن المفروض الحياة فيها مريحة، في حين إن دول نامية زي رواندا أو بنجلاديش أحيانا معدلات الاكتئاب فيها أقل. يعني الموضوع مش بس رفاهية ولا حتى فقر، الموضوع ضغط بلا معنى وراحة بلا قيمة. ممكن تفكر إن الاكتئاب ملوش تأثير على الاقتصاد، بس أنت غلطان. لو فاكر إن الاكتئاب مسألة شخصية، فكر تاني. في 2020 ظهرت دراسة بتقول إن الاكتئاب والقلق بيكلفوا العالم سنويا أكتر من 1 تريليون دولار، وكل ده بسبب غياب الإنتاجية. في أمريكا لوحدها الاكتئاب بيكلف الاقتصاد حوالي 210 مليار دولار سنويا، وده غير التكلفة الطبية والأدوية والتأمين الصحي. في اليابان الموت من الشغل بقى شائع بسبب ضغط العمل، والنتيجة انتحار وكمان اكتئاب وغياب طاقات بشرية ضخمة. وفي عالمنا العربي البنك الدولي قال إن الاضطرابات النفسية بقت من الأسباب الرئيسية لتعطيل الشباب عن العمل والإنتاج. يعني الاكتئاب مش بس مرض شخصي، ده نزيف اقتصادي بحت. نحل ده إزاي؟ الحلول موجودة، بس محتاجة نغير منظورنا. أولا نعترف إن الاكتئاب مرض مش ضعف. مش معنى إن حد شكله ناجح إنه مش ممكن يكون مكتئب، مش معنى إنك راجل يبقى لازم تكتب، مش معنى إنك متدين إنك معفي من المرض النفسي. ثانيا نحسن بيئة العمل وكمان الدراسة، مرونة في المواعيد ودعم نفسي للموظفين، سياسات ضد التنمر والإهانة. ثالثا تعليم من بدري، مدارس تعلم الأطفال إزاي يعبروا عن مشاعرهم. الأهل ما يكسروش الطفل بالجملة الكارثية عيب أنت بتعيط ليه. رابعا الإعلام والفن، نبطل نصور المريض النفسي كأنه مجنون أو قاتل، ونبدأ نعرض نماذج حقيقية متزنة بتتعالج وبتتعافى. الاكتئاب مش مزاج ولا ضعف شخصية ولا دلع، الاكتئاب مرض، بس مرض قابل للعلاج وقابل للفهم لو قررنا نسمع لبعض. وما تنساش ممكن تبقى سايب بصمة في حياة حد بكلمة، ممكن تكون سبب في انه يكمل او ينتهي. فلو انت اللي بتعاني انت مش لوحدك، اطلب المساعدة. لو انت كويس خليك ظهر اللي محتاجه. دي شفرة اقتصادية وانا اسلام السيد.